بنت زوينه ومن بعد غنتعامل معاها بحال شي دري صغير. انفو ما تعطيش قيمه للبنت، راه والله حتى يبان لك كلشي عادي. صافي انا اللي متحكم، هي تعاود راسها، ماشي ديك فاش كتكون ناوي دوي مع شي بنت. علاش دما كيقول لك راه ما عندنا ما نقولوا غير تكمشوا كيصورص. اليوم غنهضروا على هذا الموضوع ديال علاش كتفتف ملي كتكون قدام البنت. نقدروا نسميوه تكميله للفيديو اللي فات. الا باقي ما تفرجتش فيه تفرج فيه، عاجي جي تفرج فيه هذا باش تفهم كلشي. وقبل ما نبدا ما تنساش دير واحد جيم وكومونتير، وحتى الا كان عندك شي سؤال كتبوا ليا في الكومونتيرات وانا راه غادي نجاوب. باقي كنعقل فاش كنت صغير وكيبان ليا شي واحد كيدوي مع شي بنت، كنقول مع راسي شنو كاع غادي يكون تيقول ليا وهي غا ما عاجبها الحال وكضحك. وهي الصراحه راه حاجه عاديه، غير انا كانت كتبان ليا شي حاجه كبيره. ولكن في الحقيقه راه البلاصه اللي حطيتي فيها راسك هي اللي غتحكم على الهضره اللي غادي تقول. يعني كنحاولوا نحطوا البنت في مكانه عاليه، وطبيعه الحال غادي تبدا تفتف. نعطيك مثال باش تفهم. جبنا لك شي واحد مشهور وقلنا لك سير دوي معاه، ما تصورش شحال غتحس بالرجفه والدهشه. على العلم هذاك راه غير انسان عادي بحالك بحال. وكانت وقعت ليا شخصيا. كنت واقف مع واحد الدراري وهو يبان لينا واحد السيد مشهور. الصراحه هما اللي كانوا عارفينه، اما انا ما كانش على بالي بيه، ما كنتش عارف. مشاو يتصوروا معاه وبانوا لي كيفاش كانوا كيحترموا وعاطينه واحد القيمه كبيره بزاف، لدرجه انا بقيت غير كنتعجب كنقول واش بصح هادو هما الدراري اللي كنعرف. وبقيت كنخرج فيهم عيني، نتوما مالكم هذاك راه غير بنادم بحالكم بحالي، علاش عاطينو هاد القيمه كامله؟ وهي في الحقيقه ما عرفتها حتى الاخر باللي راه غير بلي ما كنتش كنعرفو داكشي علاش كنت مثبت. اخترت اليوم نتلاقى مع واحد السيد كنحترمو بزاف الصراحه، حتى هو مشهور ومحقق نجاحات كبيره في داكشي اللي كيدير. كانوا شي وحدين كيتصوروا معاه ومشيت حتى انا باش نتصور. فاش وصلت الوقيته باش غنمشي نتصور معاه، قديت نقول ليه حتى شي جمله من غير ديك الجمله اللي كنت ديجا حافظها في دماغي، اللي هي واش ممكن تصور معايا. اليوم مرحبا على الراس والعين، والله ما قديت نزيد شي كلمه. بس كنقول مع راسي والحمد لله اللي ما كانوش معايا دوك الدراري اللي ضحكت عليهم داك النهار. فاش بقيت كنحللها اكتشفت بلي راه عقلك هو اللي كيلعب عليك وكيخليك تعطي لبنادم كثر من قيمته. بنت زوينه ومن بعد غنتعامل معاها بحال شي دري صغير. وعلاش قلت دري صغير؟ حيت كنا ما كنخافوش نهضروا مع الدراري الصغار، ما كتخافش تغلط قدامهم، حتى كنشوفوهم بالله هما قل منا. لكن بلاتي ما تاخذهاش بالطريقه الغلط اللي متكبر وكتستفز بعباد الله. لا مع البنات ماشي مشكل، ولكن ما تفرطاش بزاف عاود. راه فيا ما نعطيك امثله باش تفهم، ولكن راه قد ما عطيتهم لك راه يتسالاو. داكشي علاش كنحاول نعطيك القاعده تبقى معاك دائما. الا خديتيها بحال هكا راه هذه هي الثقه في النفس اللي كندوي عليها. نفترضوا انت غتلاقى مع صاحبك، واش عمرك قلتي ويلي غادي نتلاقى معاه عاوتاني وما غنلقى ما نقول؟ لا، راه داكشي اللي كيجي في راسك راك كتقولو، حيت صاحبك كيجيك عادي. حتى هذه خذها قاعده نيت ما حتى تفكرتها. ملي تكون مع البنت هضر على المواضيع اللي كيعجبوك انت، ماشي بدا تقلب على المواضيع اللي غيعجبوها هي. مثلا انت معلم، قول لي هو باز لكم نتوما البنات كيفاش كيكونوا عزاز عليكم الدراري الصغار وكتصبروا على بالهم. انا بعدا راه كيشيبوني، غتقول لك الا بالعكس راه غير انت اللي ما كتعرفش تتعامل معاهم. لكن ما بغيتيني نبدا نجيب لهم اللعاب للمدرسه. انت لقيتي الموضوع بكل بساطه وفي داكشي اللي كتعرف نتايا، الا هي النيت تبقى تشد فيها واللي باينه غير من الطريقه ديالك، باينه فيك ما كتعرفيش تشقى، بحال الا كتسخر منها ولكنها بطريقه مضحكه وما كتفرطهاش عاد. وبهكا كتوصل ليها بطريقه غير مباشره بلي راك تايق في راسك وما نسوقش ليها. بهكا كتبين لك شحال هي حدقه وراه ما كاينش شي بنت بحالها. وكما قلت لكم من قبل، كل ما خليتي البنت تبين لك بلي راه هي واعره، كل ما كتزيد طيح فيه. وباش نرجعوا للموضوع ديالنا، شتي انفو ما تعطيش قيمه للبنت، راه والله حتى يبان لك كلشي عادي. صافي انا اللي متحكم، هي تعاود راسها، ماشي لديك الدرجه اللي غادي تخليك كتحتقرها عاود وتطيح من قيمتها. لا، كما كنقول دائما ضرب وقيس، فهمتي؟ لكن الحاجه اللي نوصيك عليها هذه راه ديجا قلتها وغادي نعاود عمرك تبدا تدوي في دوك المواضيع الجديه، بحال المشاكل ديال الدوله وراه ربوطها غلاط. هي بحال هادشي اللي وقع مؤخرا ديال جينيراسيون زد، ماشي مشكل دوي فيه واحد الوقيته وصافي، اما باش تطول فيها عاود لا. شتي ملي تكون مع البنت خلي دماغك وسط الثلاجه وجبد داك الدري الصغير اللي يبين ما على بالوش بالحياه، ضارب سبردينه وقطعو ومطلع على راسو بيضه. حيتاش البنات كتلقاهم منهم راسهم ما عاجبهمش الحال ومقلقين في اغلب الاوقات. داكشي علاش كيقلبوا مع من يهضروا ويضحكوا. داكشي علاش بزاف تيطيحوا في دوك المشرملين، حيتاش كيكونوا هادوك كاع مسوقين للدنيا طارقه وعايش الحياه. المهم انت من هادشي كامل كون ناشط ونسابي اللي راه هي حداك، تسوقش ليها وتشوف شحال البنات يوليو يدوروا بك بحال الدبان. وهذا ما كان الدراري، ولا باقي ما درتيش شي جي نزل ديرها دابا وتهلاو.